معلقة واحدة بس يوميا وابنك رايح المدرسة الصبح، سواء على كوباية زبادي، على كوباية لبن، في لقمة عيش، على الريق، معلقة كده سادة على الريق، صدقيني هتنبهري بالنتيجة. غني بالحديد، في فيتامين ب، في كالسيوم وزنك ومغنيسيوم، في سكريات طبيعية، مضادات أكسدة بتخلي الطفل ما يبقاش مهبط وما يبقاش عنده التهابات في جسمه وعظمه وهكذا في الأعصاب، بيهدي التوتر والقلق عند الأطفال، بيقوي الذاكرة جدا، بينشط الحفظ والمراجعة عند الأطفال، بيحسن صحة القلب لأن هو بيقلل من الكوليسترول الضار على القلب وفي الجسم عموما. عايزة أقولك بمكون منتج هتعمليه في بيتك قسما بالله هتستفيدي وهتنبهري جامد جدا 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 جدا. معجون هتعمليه، هو المنتج موجود عندنا بيبقى من السنة للسنة. بصي هتنبهري. انا هفضل اكلمك في فوائده طول الفيديو وهتشوفي بنفسك الفوائد بتاعه المنتج اللي انت هتعمليه طبيعي في بيتك. وده عايزه اقولك بيتباع في السوبر ماركتات غالي جدا 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 جدا، ومتبقيش ضامنه جودته لان متبقيش عارفه بقى نظافه الحد اللي بيعمل الحاجه دي. انت بتعمليها على ايدك وما بتاخدش وقت اصلا. تمام. معلقه واحده اول ما يبتدوا المدارس او اول لما يبتدوا الدروس هتخلي عندهم قوه الحفظ والمراجعه والذاكره ممتازه، جميله 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 جميله. بص يا ستي، انا عندي بلح ناشف. تمام. البلح ده موجود عندنا، بيبقى موجود من السنة للسنة. والله بقى عندك عزومات ولا عندك عزايم ولا حاجة بيخلص، ما عندكيش، هو بيبقى موجود كده كده اوريدي. تمام. البلح ده هو بلح ناشف. انا هنا قلت اغسله مرتين 3 في المية عشان لو في اي اتربة شوايب، لانه بيتنقل من ايد لايد عقبال ما بيوصلك، فقلت اما اغسله مرتين. والمفروض في الوصفة دي ان انتي تنقعيه في المية يا اما ساعتين يا اما تنقعيه نص يوم على حسب ما البلح يعني ناشف ولا طري. تمام. عايزه اقولك انت لو هتجيبي معجون البلح دوت من اي سوبر ماركت هو غالي، اغلى من البلح التمر واغلى من البلح الناشف. تمام. وما بتبقيش واثقه، ممكن تلقي فيه تراب، ممكن تلقي فيه حاجه تدخل في ضرسك. المهم ان انت بتعمليه في البيت. انا هنا غسلته مرتين، بصوا الميه بصوا لون الميه عامله ازاي. هغسله تاني مرة وهغسله تالت مرة، وانا معاكم في الفيديو هوريكم خطوة بخطوة. اللهم صل على النبي. انا خلاص بغسله تاني مرة. بصوا هو انا المفروض ان انا بصراحة عشان انا كنت مستعجلة حطيته على النار هادية شمعة، مجرد ما الحلة سخنت قفلت عليه وهو متغطي زي ما هو، ما عرضوش لحد ما برد وابتديت ان انا اشتغل فيه. المفروض ان انتي ما تسيبيش البلح وتنسيه لان هو بيختمر وبيخمر، وده هيبقى ما ينفعش انتي تاكليه، يترمي. عشان هو انتي لو كلتيه وهو مختمر ده بيسكر الدماغ، بيبقى عامل زي الخمر يعني، هو والعنب ومشتقات السكريات عموما. تمام. انا هنا هبتدي ان انا افصص البلح واطلعه وافصل النوع عنه. تمام. زي ما انتوا شايفين بصوا بيطلع بكل سهولة. هو كان ناشف جدا، انا كنت خلاص يعني سبته يبرد وبطلع دلوقتي النوع منه. تمام. وهتضيفي عندك سمسم، سواء هتجيبيه مطحون هتجيبيه صحيح وانتي تطحنيه. انا يعني كنت عامله 2 كيلو الا 2 كيلو، كيلو ونص يعني في الحدود دي. فانا حطيت عليه سمسم بتاع، انا مش فاكره السمسم بكام، بس انا كنت جايبه ساعتها ب20 جنيه سمسم وما كانش متحمص. فانا عملته كده، انا حتى ما حمصتوش. تمام. لان الوصفه دي عايزه تحطي طحينه عليها، عايزه تحطي سمسم من غير سمسم عادي تطحنيه وتضيفيه على الوصفه براحتك، عايزه تحطي زبده سمنه، قصدي سمنه بلدي، ده مهمه جدا. انا للاسف ما كانش عندي، انا لو كان عندي كنت حطيت سمنه بلدي. عايزه اقولك ان السمنه البلدي دي اصلا ماده حافظه للمعجون ده. يعني انا عايزه اقولك في من يعني بعد ما خلصته حطيت في الفريزر وحطيت في جزء منه في التلاجة للاستخدام اليومي. بص يا ست، صلي بينا على النبي. انتي الوصفه دي عندك غنيه بالحديد وغنيه بفيتامين د ب قصدي، غنيه بالكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، وغنيه بمضادات الاكسده، وعندك بتهدي التوتر والقلق عند الاطفال، وبتقوي الذاكره والمراجعه، بيبقى عندهم الذاكره نشطه. لان انتي عندك بصي هقولك على حاجه، اغلب المدارس الانترناشونال بيمنعوا السكريات الصناعيه اللي هي بتبقى زي
المشروبات الغازية والحلوى عموما، علشان خاطر بتهايبر الاطفال، خاصة المراحل اللي هي ايه، الابتدائي والكيجي. هم بيقللوا السكريات اللي هي بتهايبر وبتخلي الطفل يبقى عنده فرط حركة. عايزه اقولك ان المعجون ده لو اديتيه لابنك يوميا من بدايه الدروس لحد اخر العام الدراسي هتنبهري 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 هتنبهري، هقولك هتنبهري من هنا للسنه الجايه. بص يا ستي، هقولك غنية بالحديد هتمنع الكسل عند ابنك وهتخلي الدم يوصل للمخ، هتعزز تدفق الدم للمخ. هقولك ان هي غنية بفيتامين ب، اللي هي الفيتامين ب طبعا ده خاص بالاعصاب، يعني هتخلي اعصاب ابنك حديد، وهتخلي الذاكرة عنده قوية جدا وعالية جدا، وتقلل الالتهابات. احنا متعودين العظم بتاعنا بيجيله التهابات، الاعصاب بيجيلها التهابات، الاعصاب بيجيلها التهابات. الاعصاب لو جالها التهابات ايه اللي هيحصل؟ الذاكره مش هتبقى كويسه، هيبقى دايما عنده خمول، دايما مرهق، دايما تعبان، دايما بيروح المدرسه ويجي ينام على طول، ما عندوش قدره على ان هو يقعد يذاكر، دايما كسلان، ممكن يروح المدرسه ينام. انت فاهمه قصدي؟ السمسم اللي انت هتضيفيه على المكون دوت هو اصلا فيه كالسيوم وزنك. تمام. الكالسيوم والزنك اللي موجودين في قلب السمسم، لان السمسم مليان معادن، بيعملوا صفاء ذهن وسرعة الاستيعاب. انا بقولك الاستفادة اللي هتطلع من المنتج اللي انت هتعمليه في البيت. انت ممكن تستغربي الحاجات اللي انا بقولها، بس انا بدققلك في الكلام ليه؟ علشان اوريكي اهمية المنتج اللي انت هتعمليه في صحة اولادنا، خاصة في دراستهم. معلقة واحدة احسن ما تديله بيبس مثلا. يعني مش كل الامهات بتدي بيبس او مشروب غازي يوميا، بس ممكن هو رايح المدرسة بمصروفه يجيب حاجة ساقعة، يجيب اي حاجة من بره. المهم ان المعلقة الواحدة ديت احسن من اي سكريات صناعية. تمام. السكر الطبيعي اللي موجود في قلب المعجون دوت بيدي طاقة سريعة في الهضم، يعني بيدي طاقة سريعة جدا، بس ما تخليش فيه هبوط، ما تخليش فيه خمول زي الحلويات الصناعية، زي مثلا اما يجيب اي سناكس مسكرة من بره. فاهمة قصدي؟ مضادات الأكسدة اللي موجودة في قلب المعجون دوت بتقلل الالتهابات، بتحافظ على خلايا المخ من التعب والإرهاق. مضادات الأكسدة دي مفيدة جدا جدا جدا، ان تخلي ابنك مش يعني ما تحسوش ان هو دايما مرهق تعبان، يعني زي ما تقولي بتعزز المناعة، حاجة كده بتدافع مع المناعة ان هي تبقى نشطة وكويسة في جسم ابنك. بيهدي التوتر، المعجون ده بيهدي التوتر والقلق. انا في تفاصيل كتير عايزه اكلمك فيها، بس انا بقولك ليه كده، عشان خاطر احنا ولادنا بنتعب معاهم جدا في المذاكره. فانتي لو استمريتي، المفروض من قبل دخول المدارس مع بداية الدروس انتي بتديها لابنك 2-3 في اليوم، مرة فطار، مرة غدا، مرة عشاء، مرة وهو رايح المدرسة، مرة وهو رايح الدروس، وهكذا. تمام. ما تمنعهاش. الخلطة دي بصوا شايفين المعجون عامل ازاي؟ جميلة جدا 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 جدا. عايز اقولك ان هي بتحسن صحة القلب، بتعزز الطاقة عند الطفل. خليني اقولك على حاجة، البلح فيه سكريات طبيعية، ودي حاجة احنا عارفينها، وعارفين ان هي سريعة الامتصاص، وبتنشط خلايا المخ، وبتسرع تدفق الدم للمخ، وبتساعد ان التركيز ابنك يبقى عالي. يعني سناك طبيعي بسيط سريع يخلي دماغ ابنك تبقى مصحصحة طول اليوم. تمام. وتخليه مركز حتى. يعني انا افتكر زمان كنت بروح احيانا انام في المدرسة. احنا دايما بندور على الحاجة اللي تزود التركيز والحفظ عند الاطفال. البلح بالعجوة مع السمسم في مغنيسيوم وحديد وزنك، المعادن دي لوحدها بتساعد على تقوية الذاكرة، بل وكمان بتساعد على ان هي تحمي من التعب الذهني. يعني بدل الحلويات الصناعية انتي جايبه لهم حاجة طبيعية، معلقة يوميا، معلقتين على مدار العام الدراسي، حتى في الاجازة انتي هتلاحظي الفرق، هترتاحي. بصوا انا خلاص، يعني انا بحاول ان انا اوريكي اهمية المعجون ده. خلي بالك انا لو كان عندي سمنة بلدي والله كنت حطيت على 2 كيلو بلح دول، كنت حطيت بتاع نص كيلو. غير ان هي اصلا بتزود الوزن، يعني انا عايزه اقولك انها بتزود الوزن جامد
بتخلي ابنك كده ما شاء الله كويس. تمام. انا بشرح ليه الوصفة بالدقة قوي ديت وبكلمك كده بضمير، علشان احنا بنتعب معاهم ودايما لما بيخشوا في مود المذاكرة وانهم يحفظوا ويركزوا بيحتاجوا اكل يساعدهم على انهم يركزوا. يعني دايما تلاقي ابنك وهو قاعد بيذاكر ممكن تجيبيله كوبايه عصير، ممكن تجيبيله سندوتش مثلا عشان يركز. انا معاكي في كل ده، بس يعني احنا بنبقى محتاجين ان هم يركزوا. احنا بنعمل كل ده ليه؟ عشان هم يركزوا ويحفظوا ويذاكروا كويس. عايزه اقولك ان معلقه واحده يومين من المعجون ده هتوفر عليك كتير قوي. تمام. العجوه مع السمسم هي مش بس بتقوي المناعه، دي كمان بتنشر زي ما قلت لك الدوره الدمويه للمخ، وبتخلي الطفل عنده طاقه ذهنيه وزي ما بيقولوا مزاج حلو كده. يعني مش دايما متضايق، دايما عصبي، دايما متنكد، لا بتخلي الطفل ايجابي معنى اصح. انا مش عايزه اطول عليكم، بس انا كنت بحاول ان انا اختصر لكم تفاصيل كتير. يعني انا عشان اروح اجيب المعجون دوت من اي هايبر غالي، عايزه تضيفي طحينه ضيفي، عايزه بس طحينه تبقى انتي عاملاها في البيت ماشي، عشان في السرجه بيزودوا زيت، السرجه اللي هي اللي بيعملوا الطحينه والعسل وكده. عايزه تزودي عليها مكسرات، عين جمل، في مقدره تزودي عليها عين جمل وسوداني ولوز وفستق، تطحنيهم وتزوديهم كان بها. رشه قرفه، رشه القرفه برضو مفيده جدا. تمام. مع السمسم عايزه اقولك صدقيني والله العظيم 3 ما هتندمي. بصوا شايفين الحلاوه. انا حطيت علبتين في الفريزر عشان خلي بالك يعني المفروض الوصفه دي تحطي زيت او سمنه كماده حافظه، انا ما حطيتش. تمام. وادي الزبادي، وبصي زبادي لبن على الريق معلقه كده وخلاص، لان ده بلح. يعني اصلا سنه ان انتي ابنك ياكل 7 تمرات من 3 ل7 براحته، فالبلح اصلا بيجزع النفس. فمع السمسم والطحينه اللي انت ممكن تحطيها مع السمنه اللي انت هتحطيها، يعني بيهدي التجزيعه بتاعه السكريات، وفي نفس الوقت بيديله انرجي، يعني بوستيف انرجي، طاقه ايجابيه زي ما بنقول. بصوا شايفين، وطحنته في الكبه وتمام قوي، وما خدش معايا حاجه وخدش معايا وقت اصلا. يعني انا اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. انا والله متردده ان انا انزله اصلا، يعني انا من الغالب ما بنزلش فيديوهات بصوتي، ما بقيتش انزل فيديوهات بصوتي، بس انا قلت انقل لكم يعني عشان الكل يستفيد. فاهمين قصدي؟ يوميا ما فيش مقدره تجيبي زبادي اعمليه في البيت، ما فيش مقدره تعمليه في البيت اديها لهم على الريق، اديها لهم في لقمه عيش، اعملي لهم سندوتشات وهم في المدرسه. المهم تدخليها في بدايه اليوم. تمام. اشوفكم في يوم جديد، واتمنى تكونوا استفدتوا. مع السلامه.